تخيل معايا كده انك تعمل تصميم بالاي اي ويطلع احترافي جدا، بس في مشكله بسيطه تيجي علشان تحل المشكله ديت وتعدل برضو بالاي اي فيبوظ لك الدنيا نهائي. انت تتعصب وتتعكنن وتضطر ان انت تعمل تصميم جديد مع ان الاولاني عاجبك. طب ايه رايك ان احنا هنحل المشكله ديت في ثواني من خلال فوتوشوب؟ في برضو مشكله تانية بتقابلك وانت بتعمل تصميمات من خلال جيميناي، بيظهر لك العلامه اللي هي بتبقى تحت ديت على اليمين، هنشيلها برضو من خلال فوتوشوب. انا كل اللي انا عايزه منك انك تصلي على النبي في كومنت وتتابعني علشان ما تفوتش اي حاجه بتنزل على القناه، تمام؟ وحاجه كمان، ما تجريش الفيديو علشان هيفيدك بشكل كبير جدا. هتتابع معايا الشرح، حاجات بسيطه جدا، وهجي لك بعد ما نخلص شرح وان شاء الله باذن الله تستفاد ومشكلتك تتحل. يلا بينا وراجع لك بعد الشرح. دلوقتي يا شباب احنا معانا تصميمين معمولين بالاي اي هنشتغل عليهم، تمام؟ هنفتح الفوتوشوب وبعد كده هنضغط على فايل وبعد كده هنحدد التصميمات اللي احنا المفروض هنشتغل عليها اللي هما الاتنين دول. انا عملت تصميمين، تمام؟ زي ما انتوا شايفين كده، ده وده. خلينا في اول واحد. ده تصميم لكان ريد بول. لو جينا نبص كده هنلاقي فيه مشكلة، وهي لو جينا مثلا نزوم على الكلمة دي ونبص هتلاقي الكلمة فيها مشكلة. ازاي نصلح الكلمة ذات نفسيها من غير ما نكتب كلام جديد؟ ركز معايا. هي الكلمة ديت كل شرقة، انا مش عارف ايه كل شرقة ديت، بس مش مشكلة معانا احنا. المشكلة ممكن مثلا تكون كل شرفة، مثلا هنخليها كل مثلا شرفة تفرق مثلا. المفروض هنا تفرق، بس لو جيت تقرا هتلاقي ان في مشكلة في الكلام. لو رجعنا هنا مثلا وبصينا هنلاقي في علامة اكس. علامة اكس ديت عايزة تتشال، مش احسن حاجة. ولو جينا بصينا تحت هنا هنلاقي عند كلمة اسأل في يعتبر في حرف تاني، حرف ألف عن ريد بول، المفروض يتشال. فالطبيعي اصلا ان احنا مش هنضيع او نبوظ تصميم كامل علشان الحاجات دي، او تصميم جميل ويبقى جامد نسيبه ونروح نعمل واحد تاني علشان الاخطاء دي. لا، تابع معايا وهقول لك ازاي هنعدل على المشاكل اللي موجودة ديت بكل سهولة. هنروح بس للتصميم التاني. لو جيت تبص هنا هتلاقي ان في هنا علامة جيميناي اللي هي بتبقى موجودة في كل التصاميم، عايزين نشيلها. وهنا برضو كلام مش احسن حاجة عايزين نشيله. لو جينا هنا عند التصميم الاولاني هنبتدي نعدل ازاي. هنروح هنا هنختار الاداة دي اسمها سبوت هيلينج براش تول، هنحدد عليها. بعد كده هنيجي فوق هنا وهنبتدي نكبر ونصغر حجم الدايرة بتاعنا. هنزوم كده ونيجي عند الحاجات اللي المفروض ايه نعدلها. احنا دلوقتي زومنا. طيب الدايرة هنا كبيرة، هنضغط على الت وكليك يمين، ولو سحبنا ناحية الشمال هتصغر، سحبنا ناحية اليمين هتكبر. احنا هنيجي ناحية الشمال كده زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى نعمل ايه. نضغط على الت وكليك يمين كده كام ضغطة، وهنيجي هنا وهنضغط على كليك شمال زي ما انت شايف كده. طيب لو لقيناها ضاعت معانا او مش احسن حاجة هنشيلها خالص، وهنضغط على السهم اللي فوق اللي هو اول واحد. طيب دلوقتي اتشالت معانا، هنحطها ازاي؟ هنحط النقطة ازاي؟ هنعمل نقطة؟ لا، هنيجي هنا عند البين تول وهنبتدي نحدد على ده زي ما انت شايف كده. حددنا عليه وبعد كده هنضغط كليك يمين وهنضغط على كلمة ميك سيلكشن. بعد كده هنضغط على كلمة اوكي، هيعمل معانا سيلكشن. هنختار اول اختيار فوق وبعد كده كنترول سي وبعد كده كنترول في، وبعد كده هنبتدي نشد زي ما انت شايف كده. ايه اللي حصل معانا؟ النقطة اتعملت بكل سهولة. هننزل تحت في كلام كتير هنا، يعني المفروض في نقطتين زيادة هنا المفروض نشيلهم. هنيجي هنا عند الأداة بتاعتنا دي اللي اسمها سبوت هيلينج براش تول، هنضغط على ضغطة وبعد كده هنحدد على الباك جراوند بتاعتنا او التصميم بتاعنا، وهنيجي هنا هنكبر الدايرة بتاعتنا شوية كده وهنضغط ايه
الت مع ايه كليك يمين كده عشان نحدد المكان اللي احنا عايزين نخفيه، وبعد كده هننزل على النقطة ديت وهنضغط على كليك شمال. زي ما انت شايف كده النقطة اختفت معانا، وهكذا برضو في النقطة الزيادة دي زي ما انت شايف اختفت معانا. طيب تعالى كده نرجع شوية. الكلمة اتصلحت معانا من غير اي مشكلة، ونفس القصة فوق. انا مش فاهم بصراحة، يعني كل الشرفة تفرق او مش فاهم بصراحة يا جماعة، بس ايه الكلام انا مش عامل تصميم احترافي بامانه، يعني ده مش احترافي اللي هو ايه اللي هو تصميم ينفع يعني، بس ده تصميم معمول لشرح، فاهم قصدي. المهم هننزل على حرف الاكس ده عايزين نشيله. هنروح نكبر الدايره بتاعتنا، هنضغط على الت كليك يمين ونسحب ناحيه اليمين، وبعد كده هنبتدي نضغط كليك شمال. هنبتدي نصغر شويه، الت مع كليك يمين ونسحب ناحية الشمال ونبتدي نصغر شوية، ونبتدي نضغط برضو زي ما انت شايف كده الاكس اتشال معانا اهو. هنبتدي نزوم تاني وننزل تحت فين بقى؟ عند الحرف اللي هو حرف الاي الزيادة او حرف الالف الزيادة. زي ما انت شايف كده ظهر معانا مربعات، دي اسمها البكسل يا شباب للي ما يعرفش يعني. الت كليك يمين نسحب ناحية الشمال، احفظ بقى احفظ، ونبتدي ايه نبتدي نشيل الحاجات الزيادة اللي ظهر لنا. تمام. تعالوا بقى كده نرجع نشوف الدنيا. دلوقتي احنا رجعنا، لو جينا نبص كده على التصميم هتلاقي ان التصميم يعني ما بقاش فيه اي مشاكل. لو جيت بصيت تحت هتلاقي الكلمة ظاهرة بشكل كويس، وهنا نفس القصة، والاكس اللي كان موجود اتشال. فدلوقتي لا، دلوقتي التصميم المشاكل اللي فيه راحت. انت دلوقتي فهمت الفكرة، يعني حاجات بسيطة تقدر تعدل من خلالها. انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا جدا جدا. الفوتوشوب حتى لو انت مش فاهم فيه على قد كده لازم يكون موجود عندك، وحاول تديله من وقتك. كل مثلا فترة نص ساعة او ساعة تطور فيها من نفسك فيه، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. هتقولي الاي اي، هقولك الاي اي بص جميل وزي الفل وبيساعدنا، بس زي ما انت شايف ممكن يقابلك مشاكل تحتاج فيها فوتوشوب. وكده كده الفوتوشوب لازم ولابد منه في عمل تصميمات او تعديلات او حاجات من دي. تمام. ال AI طبعا ما بنعتمدش عليه اعتماد كلي يا شباب، لكن في حاجات اساسية لازم عنها. تعالوا بقى على التصميم التاني ونفس الفكرة. هنيجي عند الاداة بتاعتنا اللي هي سبوت هيلينج براش تول. هنكبر كده شوية معانا الدايرة بتاعتنا، وهنيجي هنا هنيجي على علامة جيميناي وهنضغط عليها ضغطة كليك شمال كده زي ما انت شايف، راحت معانا بكل سهولة. طيب دلوقتي يا شباب احنا شلنا علامة جيميناي اللي ظاهرة قدامنا. نفس الفكرة في الفونت، تقدر تشيل اي خط انت عايزه، تقدر تشيل اي حاجة من التصميم انت عايزها بكل سهولة. هتقولي طيب ما الاي اي ممكن يعمل كده، هقولك ممكن، لكن النسبة هتبقى كام؟ اكيد ضعيفة. واكيد طبعا لو جيت تطلب منه تعديل معين في التصميم مش هيعمله بنسبة كبيرة، وللأسف هيبوظ لك التصميم بتاعك. دلوقتي انا خلاص يا شباب، انا خلصت شرح واديتك الفكرة واديتك التعديلات اللي ممكن تعملها من خلال الفوتوشوب، وازاي تقدر تعدل او ازاي تقدر تصلح التصميم بتاعك بدل ما تعمل واحد جديد. انت اي تصميم هتعمله بالاي اي وارد انه يطلع فيه اخطاء، فانت كده كده هتخلي الفوتوشوب عندك علشان لو حصل خطأ او اتنين تقدر تحلهم بسهولة من خلال فوتوشوب، زي كده ما شفت في الفيديو اللي احنا شرحناه مع بعض. انت لو اديت نفسك نص ساعة او ساعة على الفوتوشوب هيفرق معاك بشكل كبير جدا، وساعتها ما عادش هيقف قدامك اي حاجة خالص. فكل اللي انا عايزه منك لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمني بلايك او اشتراك او اي حاجة كده. تمام، واشوفك يا سيدي على خير في فيديوهات جاية ان شاء الله. مع السلامة.